الحجاب فرض يا دكتور؟ طبعا فرض. المرأة واجب على كل مسلم. طبعا على كل مسلمة. فلنفرض واحدة مش عايزة تتحجب، والله التكليف، خطاب التكليف الشارع ليها تحاسب امام الله سبحانه وتعالى. لكن انت ما تقدرش تيجي وتقول لها لو ما لبستيش الحجاب هقتلك او هسجنك. ده غير مقبول. لا غير. النقاب يا دكتور، شوف اجمل ما في الشريعه اعطاء المراه الحريه تلبس ما تشاء وترتدي ما تشاء. لبست زعبوط بتاع اللي هي حر ما دامت لا تؤذي احدا كائن من كان. يعني ايه؟ يعني ما دامت لا تؤذي احد او منضبطه بضوابط الشرع. بالظبط طبعا منضبطه بضوابط الشرع. يعني مثلا اللي بيتألهوا، يعني في من المنتقدات بيتألهوا على الناس. يعني مثلا تيجي واحده غير منقبه تقول لها انت هتدخلي جهنم. لا اسمح لي، يعني قبل ما ندخل في النقطه دي، الحجاب فرض ام فضل ام عاده؟ الحجاب النقاب، انا اسف، النقاب فرض ام فضل ام عاده ليست لها اي بعد ديني؟ يختلف طبعا للشخصيه نفسها. يعني هقول لحضرتك حاجه، ما انا بقول لك ده من اجمل الحريات. يعني ده اسمه حرمه الحياه الخاصه. اني ارى انني محتاجه ان انا اغطي وجهي، شعوري الداخلي باني انا ما بقدرش اخرج من غير النقاب، فيبقى هنا فرضت على نفسها. يا دكتوره الحجاب واضح ان حضرتك مش مختلفه فيه تماما، هذا فرض من قبل المولى عز وجل على المسلمات. لكن النقاب فرض ام لا؟ ما انا بقول لحضرتك النقاب بيختلف على حسب الشخصيه نفسها. يعني احنا كنا منتقبات في العربيه السعوديه، ليه؟ لاننا كنا اساتذه في الجامعه، ولا يجوز لينا وفقا للتعاقد انك انت ان انا مثلا ارفع النقاب، لان ده من يعني المراه التي لا تنتقد، المراه المسلمه التي لا تنتقد، هل هي عاصيه؟ اطلاقا. يبقى هو مش فرض. لا ما انا بقول لحضرتك، لكن اللي هم بيفرضوه على نفسهم، واخد بالك، فرض في حقهن. في حقهن. هي ارتضت بكذا وشايفه ان وجهها عوره. وايه رايك في اللي بيقول ان النقاب فرض على كل مسلم؟ لا طبعا ده مبالغه. المقابل الاخر في كتير من الدعاة قالوا لا، ان النقاب مجرد عاده وليس لها اي بعد اسلامي. لا ازاي بقى؟ يعني هي ليها بعد طبعا اسلامي، لا التشبه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل دلاله قاطعه على انه له اساس ديني. يتعلق بالازهر ودار الافتاء، هجومك الشديد على الازهر ورجال الازهر، هجومك الشديد على الدكتور علي جمعه تحديدا، ووصفه بانه من المتحولين بعد ثوره 25 من يناير. ليه يا دكتور؟ لم اتهمه انه من المتحولين، لان انا بكره كلمه المتحولين، لكن انا كنت بنقد فضيله المفتي وهو في عصر الصدر، يعني قبل بص انا قبل 25 زي بعد 25 ما اختلفتش. لكن علي جمعه علي جمعه اختلف. يعني كانت ما تمليه، مش هو بس، وشيخ الازهر يعني رحمه الله عليه، يعني ربنا يغفر له ويسامحه، شيخ طنطاوي. انا الوحيده اللي وقفت قصاده لما رعى بالبنت وقال لها يعني فقلت له انت ارتكبت 4 جرائم، وحزنت جدا ان المفتي ما اتكلمش. ازاي ما تعترضش على جرائم مركبه انت متهم فيها لانك سكت على ان واحد هتك عرض فتاه، لان هتك العرض في القانون الجنائي يعني ايه؟ يعني انك انت تضطر الانسان الى ان يخلع شيء هو يشعر بانه امان.